معقولة نحشي الفرخة بنص كيلو رز؟ مش معقول. فرخة بلدي يا جماعة، حشيتها بنص كيلو رز. والله تعالوا شوفوا الطريقة والجمال، وأنا بحشي قدامكم أهو. شوفوا عمالة بحشي وبجيب وبملى في الفرخة من جوه ومن بره. مش هتصدقوا، بس تعالوا وشوفوا هنعمل ايه. وهنعمل جنب منها حبة فاصوليا حلوين كده بصلصة وبصل في منتهى الجمال. طبعا الفاصوليا فوائدها يا جماعة، والخضروات ديت لها فوائد كتيرة. نبدأ بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ بقى كده نجيب معانا الطاسة اللي هنعمل فيها، ومعانا معلقتين بصل حلوين كده أنا فرماهم أو تبشريهم، ويكون معاكي نص كيلو رز أو ما يعادل كوبايتين كبار. اغسليهم ونقعيهم حوالي 10 دقايق، أو من غير ما تنقعيهم انت هتحطيهم على المادة الدهنية اللي حطيناها والبصل، ونديلهم تشويحة خفيفة مع نص كوباية مية أو 3/4 كوباية مية. نص كوباية مية ده في أول موسم الرز، 3/4 كوباية مية في نص موسم الرز زي الأيام دي كده. وحبة فلفل أسمر حلوين كده محوجين بالقرفة مع الحبهان مع الورق اللورة وشوية ملح، ونسيبهم كده ياخدوا غلوة بسيطة كده لغاية ما ميتهم تنشف. ونجهز الشوربة بتاعتنا، المية بتاعتنا بتاعت الفرخة بالطماطم والحبهان ورق اللورة وفص مستكة. ولو عندك شريحة حطيها كان في المية بعد ما تقشريها. وتعالوا الرز بعد خد حوالي 10 دقايق مش أكتر، يمكن أقل، على البوتاجاز. طفينا طبعا ما عادش فيه ميه خالص، بس اوعي يتحرق منك. ورحت جايه، لو انتم ملاحظين اهوت انا بملى المعلقه الكبيره. الفرخه ديت بلدي انا جايباها من السوق 2 كيلو بعد ما اتنضفت حوالي كيلو 600 جرام. طبعا انا سفقتها وشوفوا عماله بتاخد معايا كميه رز رهيبه. طبعا الكميه الرز الكوبايتين زادوا، بيدوكي حوالي 4 كوبايات مستويين. اسفة على الصوت. وعمالة احشي فيها قدامكم زي ما انتم شايفين كده، ونحشي الرقبة ونديها راحتها في الحشوة، ونكمل الحشو بتاعنا. وبعد كده بندخل نكمل ببقية الرز في قلب الفرخة كمان. اتملت هي، رغم ان هي لسه فيها كمان فضا نديها، نسيب لها برضو فراغ علشان بقية الرز يستوي فيها وياخد راحته بعد التسوية. والباقي حطيناه في قلبها من جوه، ورحنا جايين سادين زي ما انتوا شايفين كده بالكبد والقوانص، بالكبدة والقنصة بتاعتها. ونربط ونجيب شريطة كده تلة حلوة عندنا أو فتلة زي ما انت عايزة، ونربط رجلين الفرخة، بس نسيب بينهم وبين بعض مسافة علشان ما نزنقش الحشوة بتاعتنا في بطن الفرخة وتحت الجلد. ونحطها في الشوربة بتاعتنا، في المية بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها التوابل بتاعتنا والحاجة بتاعتنا. نروح بقى للفاصوليا الخضراء. انا عندي فاصوليا خضراء قطعتها، وبعد ما غسلتها كده ورحت جاي مقطعاها، ومعايا بصلة كبيرة حلوة رحت فرماها، ورحت عاطيه لها تشويحة مع بعضها حلوة كده تديكي اللون الجميل بتاع الفاصوليا ده. ونروح نازلين عليها بعد كده بشوية طماطم، انا عاطيه لهم نص غلوة حوالي 10 دقايق كده قبل ما احطهم عليهم. ورحت عاطيه لها بقى تتبيلتها كده بشوية فلفل برضو محوجين مع شوية ملح. ولو عايزة تضيفي شوية كمون مفيش مانع، وتقلبي الحاجة بتاعتك في بعضها وتسيبيها كده لغاية ما تحطي عليها، تاخد لها غلوة واحدة، وتروحي ضايفة عليها شوية الشوربة، وتاخدي منها الفاصوليا الجميلة ديت مع وادي الفرخ يا جماعة. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ويكون فيه شير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.